مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم. متابعيني صار لهم وقت يلحون علي أقص من القصص اللي والله أني ما أحب أقصها، لكن من شان أرضيهم أبغى أقصها، ومتابعيني غالين علي وعزيزين صراحة. يقولون فيه رجالا ركب على ذلوله يبغى يدور الشغل، مده يروح من مكان إلى مكان، ولا فيه شايبا من عربهم راعي طرقه قبل وراعي مماشي ويعرف الدروب ويعرف البلاد اللي بها شغل واللي ما بها شغل. قال بيروح لابو فلان واستاس في الطريق والدروب السنعه، ورجال هذا مشى مع البلاد ومشى مع الناس ومشى، أكيد عنده خبرة. جاءه وقال والله يا أبو فلان أنا ناوي أترزق الله وأروح للبلدان الفلانية وأدور الشغل ومثل ما تشوف الحال. قال يا ولدي بوجهك خضراء الله يوفقك، لكن ودي أوصيك على حاجة واحدة يا ولدي، أرها تجيب دربك، لا رحت للبلاد هذيك تجيب دربك. قال وشي؟ قال تغشالك مكان بير وعنده له شجرة ما فيها أكبر منها وزن من ظلها، لا تقيل بها، إذا جيتها وقت مقيل والله وقت هذا لا تجيها ولا تقطعها تعد، والبير لا تروي منه، أرعه وراه شوي بيارا تشرب منه الناس والعالم، أما البير هذا وشجرة لا تقربها. بس هذا لو بدي أوصيك عليه. قال جزاك الله خير، وهو يحط ذهابه ويركب على ذلوله ويجي يطالب الله. مشى له دير، الله أعلم عاد وش كثر مشى، إلا والله قدامه له رجاجيل اثنين لهم بحزم يتهاوشون، ويوم قرب منهم إلى عندهم قبر، واحد يحفر القبر وواحد يدزه ويدفن اللي حفر هذا، وهذا هم قالوا هو ينوخ يشو عليكم يا رجاجيل ويفرعهم، يا رجاجيل علامكم عند هالقبر، واحد يحفر وواحد يدفن. قال ايه هذا قبر أبوه، وأبوه عيل يسدني ديني وهو عيل يسدني دين عن أبوه، والله لا طلع أبوه وبيع حتى الجنازة بيع. أي يا رجل خاف الله يقول لا 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 لا، وش كثر اللي تطلبه؟ قال أطلبه له 3 دراهم. قال بس ودك تطلع على الجنازة ومن اليوم تحفر وتدفن وتهاوش انت وهالرجال علشان 3 دراهم بعملتهم كالحين، ما ادري هي دراهم، ما ادري يسمونه نيكل، مبطي يسمون عمله مثل القروش عندنا الحين اسمها النيكل. قال هذول ال3 وفارق هالادمي وابوه الميت وابوه. قال خلص الحين هذا ابوه وهذا قبر ابوه الله يسهل عليه. يقولوا هو يجي ماشي، هذا ولا خلص منهم ومشى. يوم أخذ له مشوار ما هو، لا والله راعى زماله معترضه طرقي مثله، سلموا على بعضهم وين يا ولد؟ قال والله أنا ودي البلاد الفلانية اللي هو وده. قال أجل أنت خاوة حنا خوية وأنا ودي البلاد نفسها. قال ما رح حنا خوية. رجالا شايب وسط عمر يعني له الشايب اللي طايح أو شايبا نشيط وشايب أهو الخوي، ويمرحون أول يوم وثاني يوم وهم يطبون على الهجرة اللي بها شجرة والبير اللي وصاها الشايب عنها. قال الشايب قال خلنا نميل على هالشجرة ونقيل ونسوي قهوتنا وعقبا نروي من البير
ونمشي. قال لا بالله ما حنا لا مقيلين بشجرة ولا حنا مروين من البير. قال ليه؟ قال والله في الشايب من عربنا نصحني عن الشجرة هذه والبير اني مقربها. قال افا اثرك جبان؟ قال له والله ماني جبان لكن هذا ما ادري وش يواجهنا. قال حول واللي يجيك عندي. والله لا قذب راسه بالسيف مع سيف الشايب. هو يستحي من الشايب عوده يحول. والله هو ما يبي الشجرة ولا يبي البير، موصيه الشايب اللي عندهم عنهن. يوم انهم قعدوا بالظل ورموا حاجاتهم ولمحولات عليها ما كالديبان اثنين اللي مثل روس الحيران، والشايب يفر بهالسيف ذب راس واحد ذب الثاني ولا روسهم تركض مع السيف. قال اقعد عاد علمتك انا. لا والله الشايب بلوى من البلاوي وهو يستحي من حاله وقيلوا بشجره ويروون من البير. يوم ابرد الوقت ولا بوجههم بيت شعر بحده ما هو بعيد عن البير. البير جاي له بروض ولا فيه حمير الله يعزكم مرتعات من دون البيت، بيت الشعر. وهم يشدون ولا والله البيت على دربهم. قال يا ولد الشايب يقول له ترى البيت هذا به بنت مزيونه، اسمع والحين بتقهوينا وتمد الفنجان والله ان اخذته قبلي اني لا اخلي راسك يدرج، انت ولد مزيون وانا شايب اكيد تعديني اياه. قال لا يا ابو فلان لا والله لك الكباره انت حيلان. قال انا صرت اخاف من الشايب الحين. الشايب ما هو سهلها وحنا للبنت مثل ما قال زينا ما هي مخليه من الزين شيء، وعيونها على الولد من حيث حولوا ولا هي مسوت لهم القهوة وهي تمد الفنجال على الولد. قال يا بنت أنا مكبور أعطيها الرجل اللي وراك. وهي تشاور ما تبي الشايب هي تبيه هو. قال أبد أنا ما أخذه قبل عمي. وهي تمد الفنجال على الشايب والشايب يربع ولانه بحلقها جاردن السيف. عودة علامك. قال والله ان ما شربتي انتي اني لا اخلي راسك يدرج لك. تتزوق تقول زاردها زرد ما تنطلق منه خير شر. قال اشربيه والله ان ما شربتيه لا اخلي راسك يركض مع الروض. وهي تشربه. يوم شربت الفنجان القهوة والهي صاير حمار وهي تروح تنقز يم الحمير اللي بالروض وهذا فاتح فمه. وش اللي حصل هذا؟ وش البلوى اللي انا وقعت بها؟ المرأة غدت حمار والشايب هذا ياخذ ويجلد بها السيف. انا وقعتي وقعه. قال شفت عاد ترى لو انك شربته تصير حمار ولا تفوتها الى ما تموت. قال انت عندك علم عندك خبره؟ قال عندي. مشينا. قالوا حنا نجي ماشي. هالحين انا ابي الفكه من الشايبه رغم انه يفكني من مهبكات لكن ابي يفرقاه الحين. شايبا يخرع يقول وهم يطبون على هاك القريه اميرها ما له غير بنت واحده، والبنت هذه غنيه وابوها غني لكن كل ما جوزوها رجل يموت ليله العرس موته ويجي 10 وبلش بها ابوها يبغى يجوزها اي انسان خلقها الله اغدى الله يسترها. هم يطبون عليه على امير القريه ولا الولد وسيم ورجال سنع. قال الامير يقول للشايب بينه وبينه وين رايحين وين جي؟ قال والله احنا ندور الشغل وندور. قال لا الولد هذا له شغل عندنا
يبي يجوزها البنت هل فيه. قال الشايب، قال له الشايب تكفى، طبق خويك للبنت، أنا عندي بنت بدي أجوزها واسترها مطولي حي. قال بنتك اللي يعرسون عليها يموتون. قال وش درى؟ قال أعرفها بس أنا قابلها الخوية. قام يزوغ الأمير، قال لا خلص أنا أمون على خويي وأجوز إياه. قال يا ولد نبي نخطب لك بنت الأمير. قال هذه أتلاها مع الشايبة، هذه 20 رجال أخذوها وماتوا، تبغى تخلص مني يا خوي الرحمن؟ قال أبدا والله بإذن الله فلا يجيك أخف من هدومك، علي أنا أتلقى الصدمات عنك. له خابر فعله، والبنت تهبل وعندها مال ما تاكلها النيران. قال ها وش تقول؟ أنا خايف إني أموت. قال لا يا رجل بس وافق وعندي ولازم ذمتي، والله ما يجيك أبرد من الماء وأنا عمك. قال إيه نبغى البنت يا الأمير الخوية. قال وأنا موافق. قال خلص باشر العرس. قال باشر. وهذا الوليد المسكين خويه ما نام من الذله، قال أنا أتلى وقعتي مع الشايب هالعرس تقضي علي العروسة. يا ربي وش أسوي أنا نحاش، أنا وش أسوي؟ المهم ورط ما في منحاش. الصبح هم بانين بيت العرس وهم يفوتون على العروس وشايبه معه. الشايب لبد بجنب البرزة يوم فات على العروس، كل عريس ما يلمسها يموت قبل يلمسها، ما يدرون بلواه وش. إلا والله الديبان فايتات 2 وهني حشكنه ملع ولا الشايب داخل وبهالسيف ذبه ولا روس الديبان مقطع. قال خذ عروسك وتوكل بالله حبيبي يا هالشايب حيلان. قال هذه عروسك وتوكل بالله، قرينها ذبحناه بهالسيف. اي لا والله يوم كيف البنت مزيونه وخيرا ما يعدد وابوها من القريه. قال هذه والله النعمه جاب الله لها الشايب، يا جيبت السعد يا هالشايب. يوم اخذ حول الشهر قال اسمع يا ولد انا ذوان ودي ادور عرباني وابي اوصيك عده وصايا وودعناك الله. لا يا عم والله ما قعدك عندي انهم ونسني. قال لا خلاص انا ودي اعلمك اول شيء بحالي. انا الرجال اللي يتخانق انا والرجال عند القبر. يوم جيت وسديت عن ابوي وانا ماني منكم يا الانس، حنا جن وكل المشاكل اللي واجهتك هذه جن، وانا رديت لك الجزاء يوم انك سديت عن ابوي الدينه، وهالحين ودعناك الله انت بخير ونعمه. ورعني اسمي هاك الرجال بالاسم، انت ضيقت والله جاك من امور الدنيا شيء، بس قل اسمي ما تحسني غير قدامك انا وسيفي. قال بيض الله وجهك موفق انا خير الله يسهل عليك. وهذه قصة الطرقي. وقصة الطرقي ارسلها لي واحد يمكن والله لها شهر، وكل يوم اقول اسويها اليوم، والرجال لما هذا يرسل يقول القصة ما نزلت، قلت بسويها. والله القصص هذه والله اني مبتعد عنها من زمان، والله عندي منها مجلدات عاد كذبها وصدقها على اللي سووها، لكن حنا نبي التسلية ونبي متابعينا يستانسون ويستمعون، ياخذون اللي يعجبهم ويطشون اللي ما يعجبهم. ونستودعكم الله العظيم.